السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير المصري. معاكم محمد فتحي. حلقه النهارده حلقه عملي، الحلقات اللي انتم بتحبوها. قبل اي حاجه بعتذر عن الاضاءه لان انا بصور بلمبه موفره عشان بصور حلقه عملي، فعشان انور نفسي باضاءه تاثر على الشخص اللي بصوره اللي هو عمرو. حلقه النهارده عن تصوير بمصدر اضاءه واحد. بس قبل ما نبتدي في موضوع الحلقه نصلي على النبي الاول، ناخد الثواب كلنا ونروح لموضوع الحلقه. ازاي نصور بمصدر اضاءه واحد اللي الاغلب بيكون معاه مصدر اضاءه واحد؟ يعني اي واحد بيبتدي، اللي هو انا كنت واحد في يوم من الايام ببتدي، مصدر اضاءه واحد فلاش اللي مع معظم الناس. خلينا نتكلم ونتفق ان ده مش الصح، تمام؟ بس بما اننا في مصر، بما اننا امكانياتنا مش احسن حاجه ان واحد يبتدي بفلاشين او هيدين او فلاشين وستاندين واتنين اوكتا، الموضوع بيبقى مكلف شويه، غير ان الموضوع بيكون محتاج خبره شويه، فكلنا بنبتدي بمصدر اضاءه واحد. فهنعمل النهارده حلقه بمصدر اضاءه واحد وناخد منها الى حد ما افضل النتائج مع شويه تيبس نحاول نعملها. بس خلينا متفقين ان ده مش الصح 100%. الصح 100% مصدرين اضاءه او اكتر. طبعا انا اللي بتكلم ده اللي سامعني يقول لي يا عم هو ده مجنون، هو مين معاه مصادر دي كلها؟ انا بقول لك الصح، في نفس الوقت بمشي معاك على اللي مش صح، لان احنا في نفس الموضوع، في نفس البلد ونفس الدنيا، وعارفين ان الحاجه ممكن تبقى غاليه شويه ان انت تشتري مصدرين اضاءه. هنعمل ايه؟ عندنا النهارده مصدر اضاءه واحد هو هيد، طبعا ممكن يكون فلاش عادي مفيش مشكله. انا مشغله على اقل باور، هيد اتش دي 400 برو جي ام بي، والتريجر كيو 7 مارك 2 و 7 مارك 2 السوني و85 مللي. شغال على ايه؟ على ايزو 400. ليه؟ عشان اقدر ابين الليد اللي ورا ده، وشغال على فتحه اف 2.8 عشان الى حد ما يبقى معايا الشخص ان فوكس، وعدسه ما تقعدش تروح وتيجي عشان تاخد فوكس بصعوبه. في نفس الوقت شاطر واحد على 100 مش عايز اعليه قوي عشان يقدر يجمع اكبر قدر من الاضاءه. والنور اللي طالع من الهيد ده هو الموديلنج لامب اللي بقدر اخد بيها الفوكس. خلينا ناخد تيست كده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه بحاول اخلي الشخص خلفيته فيها نور، يعني هنا هتلاقي في شريط ليد وجنبيه لمبه صغيره، يعني مش مؤثره قوي برده، بس بحاول اخلي فيه نور، وبحاول اقرب الشخص من النور ده شويه عشان يبقى برده خلفيه مش كحل. فهنا الاضاءه بزاويه 45 تقريبا على عمرو، وعمرو قدام اهو، وفي ظهره اللمبه والليد. ناخد تيست ونشوفه مع بعض. الصوره تظهر لك دلوقتي. من وجهه نظري الصوره كويسه وحلوه. من وجهه نظر حد محترف اكتر هيقول لك الصوره حلوه بس محتاجه ان يكون الناحيه الثانيه في فيل لايت او اضاءه تضيع الشادو ده شويه. من وجهه نظر حد محترف ثالث هيقول لك لا، محتاج يكون في مصدرين اضاءه كمان مع المصدر ده. طبعا دي اراء ودي مدارس، ده مش صح 100% بس مش غلط. اديك صورت الشخص وطلع منور اضاءه كويسه، والشادو ده عامل شويه كونتراست، ممكن يكون عاجب ناس، وعلى فكره عاجبني مش وحش. يعني دي الحاله اللي انت بتصور فيها بمصدر اضاءه واحد، انت بتتغاضى عن جنب معين. في حل تاني بنعمله اللي هو ايه؟ هقول لك دلوقتي. ان احنا بنجيب الاضاءه بنخليها في وش الشخص دايركت، بنتنازل فيها عن الشادوهات، وبناخد الى حد ما وش حاجه اسمها فلات لايت او وش فلات ما بيكونش فيه شادوهات كتير. ناخد تيست ونشوف. هنجيب الهيد في وش عمرو بزاويه اللي هو زاويه 90 درجه، زاويه قائمه كده، فاهم؟ يلا ناخد الزاويه ونشوف هنعمل ايه. في الحاله دي بيكون الاضاءه يعتبر فوقيك او انت يعني تحتها او جنبها قوي، عشان يبقى انت هو في نفس المستوى لو زاويتك من نفس زاويه الاضاءه. الصوره تظهر لك دلوقتي. انا دلوقتي فاتحه شويه، خليتها اف 3.2 او 3.5 عشان الاضاءه لما عملتها كده بقت قويه شويه، ودي اقل باور في الهيد مش هقدر اقلل عن كده. فدلوقتي فاتحه شويه، هتلاقي الصوره منوره، وعلى فكره مش وحشه بالمره، الصوره حلوه ومنوره والشخص منور جدا وهتعجب اي شخص يتصورها. بس مش دايما بنصور كده، هتلاقي ان احنا تغاضينا عن شويه شادوهات ونورناه بشكل يعتبر كامل. دي حلوه جدا ومن افضل الوسائل اللي بنستعمل فيها مصدر اضاءه واحد. فعندنا كده طريقتين نستعمل فيهم مصدر اضاءه واحد، يا اما 45 درجه يا اما زاويه 90 اللي هو بتبقى قائمه على الشخص. فدول اللي بتسعف نفسك بيهم من الاخر يعني وانت بتصور بمصدر اضاءه واحد. فخلينا ناخد شويه صور بمصدر اضاءه واحد وشوفوها معايا وقولوا لي ايه رايكم. هظهر لكم الصور اللي انا صورتها بعد الحلقه او وانا بتكلم على حسب. قولوا ايه رايكم في الكومنتات تحت الفيديو. ودي اقل حاجه تقدر تصور بيها او تبتدي تصور بيها سيشن بالليل، وهي مصدر اضاءه واحد.
والتاني والتالت مره بعتذر عن الاضاءه اللي منوراني، الاضاءه اللي منوراني ضعيفه وانا بصور بالموبايل، ان انا بصور حلقه بالكاميرا. على اذنك ما تنسانيش من دعائك لو استفدت. لو عندك اي سؤال سيبه لي في الكومنتات تحت الفيديو، او لينك صفحه الديسكربشن تحت الفيديو، كلمني هرد عليك على طول. وسلام.